السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة. هنجهز مع بعض النهاردة نوعين من البرطمانات. النوعين دول بجد من اهم التجهيزات اللي ممكن تعمليها. انا شخصيا بالنسبة لي البرطمانات دي مهمة بالنسبة لي جدا وبتسهل عليا جدا ومش بنستغنى عنهم خالص، خصوصا بقى اليومين دول موسم الفلفل الاحمر، وكمان الطماطم في الشتاء بتكون حلوة جدا ولونها احمر وجميل وسعرها كويس لحد ما. الفترة اللي فاتت عملنا شوية تجهيزات وتفريزات حلوة جدا مع بعض. كنت جايبة عداية طماطم بسعر حلو قوي، وكنت كاتبالكوا على المنتدى سعر الطماطم اللي جبتها، وفرزنا عداية كاملة من الطماطم بأحسن طريقة لتفريز الطماطم. والفيديو عجبكم جدا، وعملنا كمان تفريزات للخضار بطريقة صحية، وعملنا تفريزات للفراخ، وعملت لكم بقى كمان فيديو كان فيه تفريز وتوفير، وقلنا في الفيديو ده ايه بديل اللحمة الحمراء. فراجعوا بقى سلسلة الفيديوهات اللي فاتت، سلسلة تفريزات وتجهيزات هتستفادوا منها جدا جدا. ويلا بقى نكمل الفيديو بتاع النهاردة ده، ما شاء الله يعجبكم جدا. الفلفل والطماطم انا غسلتهم كويس جدا جدا تحت ميه جاريه، وبعد كده حطيتهم في مصفى علشان يصفوا الميه بتاعتهم كويس قوي. وخصوصا الفلفل انا سبته على جنب علشان عايزاه ينشف خالص، ومش عايزه يكون عليه ولا نقطه ميه. وبعد كده بدات في الطماطم بتاعتي. طب انتي معاكي طماطم قد ايه يا ام هنا؟ معايا 3 كيلو من الطماطم، قطعتهم وخدت عليهم واحد بس من الفلفل الاحمر الشطه، قطعتهم على الطماطم. وهبدا بقى ان انا اضرب الكلام ده في الخلاط بكميه ميه قليله جدا بالشكل ده. طب في الاول احنا عايزين نقول ال3 كيلو طماطم دول احنا هنعملهم ايه علشان نكون فاهمين مع بعض واحنا بنشرح. احنا معانا 3 كيلو من الطماطم، حطينا عليهم قرن فلفل احمر شطه واحد بس، وضربناهم في الخلاط علشان هنعملهم كاتشب. حرفيا هتعملوا معايا انجح وصفة للكاتشب، تحفة يعني، مش اي كاتشب، كاتشب في حتة تانية خالص. عايزة اقول لكم ان هو كمان احلى من الجاهز 1000 مرة. طب ليه الكاتشب من التجهيزات المهمة؟ هنقول مع بعض دلوقتي. وهنا دلوقتي انا هصفي الطماطم بتاعتي، وخدوا بالكم من الملحوظة دي، مصفة الطماطم بيكون لها كذا شكل زي الشكل ده، اللي تكون الاخرام بتاعت المصفى واسعة، وفي الاخرام ضيقة، وفي الاخرام بتكون وسط. فاحنا عايزين اللي هي ضيقة جدا، اضيق مصفى عندك اللي هي بتكون عاملة زي المنخل كده، هي دي المصفى اللي احنا محتاجين ان احنا نصفي بيها الطماطم. وده اول سر في نجاح الكاتشب بتاعك، علشان يطلع القوام بتاعه ناعم جدا زي الجاهز بالظبط. زي ما انتوا شايفين، عايزه اوريكم ازاي الطماطم بتنزل ببطء شديد جدا. ده دليل ان احنا بنصفيها بالطريقه المظبوطه اللي احنا عايزينها. يبقى لازم نكون متفقين ان المصفى بتاعتنا لازم تكون ضيقه جدا. شايفين مطلعه اي قشور، حتى لو قشور الطماطم اللي هي الضعيفه قوي او الصغنطاطه قوي، وبذره الطماطم وكل حاجه، هو ده اللي احنا عايزينه. هخلص بقى كل كميه الطماطم بتاعتي، وطبعا بصفي وبحط على طول في الحله اللي انا هحطها على النار. خلاص الكميه معايا خلصت. هبدا ان انا دلوقتي ارفعها على النار بدون اي اضافات، مش هحط اي حاجه ولا حتى سكر ولا ملح ولا اي حاجه خالص، وهحطها على النار علشان تغلي. طبعا بنحط اول ربع ساعه على نار عاليه، بعد كده على نار متوسطه. هنسيبها مدة طويلة جدا تغلي على النار لحد ما تتكثف جدا جدا جدا، وهوريكي شكلها بعد ما تتكثف وايه الخطوات اللي هنعملها فيها بعد كده. بس على ما الطماطم بتاعتنا تغلي وتتكثف براحتها، فهنشتغل بقى في الفلفل بتاعنا. اهم حاجة اتأكد ان الفلفل بتاعي اتصفى ونشف كويس قوي قوي ومعلهوش ولا نقطة مية، دي نقطة مهمة جدا. طب انتي هتعملي ايه يا مهنا؟ ومعاكي فلفل قد ايه يا مهنا؟ اول حاجة انا معايا كيلو من الفلفل، نص كيلو من الفلفل الشطة احمر شطة، بس عايزة اقول لكم ان هو ولعة مش شطة، حراق جدا جدا. ونص كيلو من الفلفل الاحمر الرومي. هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل هريسة الفلفل اللي احنا ما بنستغناش عنها خالص. تقريبا كده 99% من الوصفات اللي احنا بنعملها بنحتاج فيها هريسة الفلفل الاحمر. احنا عملناها مع بعض قبل كده على القناة من سنة تقريبا او اكتر، وكنا عاملينها هريسة الفلفل الاحمر بالثوم. ارجعوا للطريقة وشوفوها، هتلاقوها على القناة، بجد كانت خطيرة. هريسة الفلفل بالثوم دي منجزة جدا، بتغنيكي اصلا عن الثوم. يعني اغلب الوصفات اللي بنحب فيها هريسة الفلفل بيكون اصلا هنستخدم فيها ثوم، فبتغني عن الاتنين مرة واحدة.
وبصراحة الطريقة اللي عملنا بيها هريسة الفلفل بالثوم دي بتعيش معايا كتير وبتكون نكهة وطعم وريحة وحاجة تحفة اللهم بارك. بس المرة دي انا مش هعملها معاكم بالثوم، احنا هنعمل هريسة فلفل او هريسة شطة زي ما تحبوا تقولوها. كده كده انتي هتعملي معايا اي نوع فلفل، يعني عايزة تعمليها هريسة شطة بس تمام، عايزة تهديها شوية بالفلفل الرومي وتاخدي كمان فوائد الفلفل الرومي الجميلة دي وطعمه الحلو. فتمام. انا بصراحة مش بحب اعملها هريسة شطة فقط، بتكون حادة جدا، انا بحبها تكون مشطشطة بس اهديها، وكمان لسه اقول لكم هتهدى تاني شوية، يعني هنهديها كمان شوية، هنقولها اهدي اهدي، هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه. المهم دلوقتي انا مسكت قرون الشطة كلها، يا دوبك بقطع العين الاخضر بس وببدأ افرمها في الكبة فرم بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. طب مش بتشيلي منها البذر يا مهنا؟ لا خالص، بذور الشطة دي بالذات هي مفيدة اصلا، ثانيا هي مادة حافظة تمام. انما الفلفل الرومي لا، البذور بتاعته بنستبعدها خالص، وكمان لو في الحتت البيضة اللي بتكون جوه الفلفل الرومي الاحمر ده بنشيلها برضو وبنستبعد برضو البذر بتاعه ده تماما. انما بذور الفلفل الشطة لا، دي مهمة وحلوة جدا وكمان بتديها شكل حلو. ركزوا بقى قوي، انا حطيت ايه؟ انا حطيت على كيلو الفلفل ده كيلو فلفل تمام. ركزوا معايا، حطيت عليه 4 معالق كبار من الملح و4 معالق كبار من الزيت. عايزة اقول لكم بقى ان الملح ده هو اللي هيهدي معانا الشطة، وكل ما الفلفل يتخزن اكتر، يعني يقعد معاكي فترة كبيرة في التلاجة بالملح، فكل مادة تلاقي الملح هداه اكتر، فبيهدي موضوع الشطة ده خالص. والزيت بقى بيخليه تحفة، يعني لو عاملة كمية وحطيتيها في الفريزر فتحطي المعلقة كده تلاقي الفلفل بيطلع معاكي بكل سهولة، مش هيكون مجمد ولا اي حاجة. وبجد الزيت ده مادة حافظة حلوة جدا جدا، وكمان لو هتحطي البرطمانات بتاعتك في باب التلاجة هيقعد معاكي مدة كبيرة جدا وهيكون ما شاء الله حلو قوي. يبقى هريسة الفلفل كل اللي احتاجناه له لكيلو الفلفل حطينا 4 معالق كبار من الملح و4 معالق كبار من الزيت. وبعد ما بنعبي البرطمانات بتاعتنا بنحط معلقة كمان من الزيت على وش البرطمان. بس كده انتي عملتي احلى هريسة فلفل احمر في الدنيا، تستخدميها في حاجات كتير جدا جدا. تعالوا بقى نروح للطماطم بتاعت الكاتشب اللي محطوطة على النار ونشوف قالت ايه. قالت شغل عالي جدا، شايفين الحلة كانت مليانة خالص. ركزوا قوي معايا يا بنات، بصوا كده عصير الطماطم خس معايا ازيد من نص الكمية، يعني بصوا زي ما انتوا شايفين اتكثفت جدا جدا، وده اللي احنا عايزينه. في الوقت ده بقى هضيف كوباية الا ربع من السكر ونص كوباية من الخل، وهقلبهم مع بعض كويس وهسيبهم يغلوا مع بعض كمان 10 دقايق بس. ركزوا معايا، بعد ما وصلت للقوام التقيل المكثف جدا للصلصة بتاعتي بضيف السكر والخل واسيبهم يغلوا لمدة 10 دقايق كمان. وبروح بقى واجهز معلقة كبيرة من النشا، وبحط البهارات بتاعتي عبارة عن معلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر وبابريكا وفلفل اسمر ومعلقتين صغيرين من الملح. طب ليه مش بنضيف التوابل بتاعتنا على طول على الطماطم؟ لان لو نزلنا بالتوابل دي بتتكتل، وبمعنى اصح كده بتكلكع ومش بتدوب كويس جوه صلصة الطماطم بتاعتنا، لان الصلصة مكثفة وسخنة جدا، وخصوصا الثوم البودر والبصل البودر لما بينزلوا على الصلصة وهي بالشكل ده فهتلاقيهم عملوا تكتلات جوه الصلصة ومش هيدوبوا كويس. فانا بحب جدا الخطوة دي في الكاتشب، ان انا ادوب التوابل بتاعتي والملح والنشا مع شوية مية صغيرين قوي. يعني عايزة اقول لكم ان استخدمت اقل من ربع كوباية مية، على قد ما تقدري ما تستخدميش مية كتير، يا دوبك ندوب النشا بتاعنا والتوابل الجميلة دي كويس جدا في شوية مية صغيرين. وبعد كده ببدأ انزل، وتكون ايد بتنزل والايد التانية بتقلب بسرعة جدا. بقلب بقى لمدة دقيقتين 3 لما الصلصة كده تقلب معايا غلوتين ولا حاجة علشان النشا تستوي. وبعد كده بطفي النار، معاكي احلى صوص كاتشب في الدنيا. اظن بقى مفيش اسهل من كده. شايفين الجمال والروعة؟ اهم حاجة الكاتشب بتاعي دون قبل ما اعبيه في البرطمانات بتاعتي اتأكد ان هو برد تماما وبرد 100%، علشان مش اي نسبة بخار في البرطمانات بتاعتي. وطبعا البرطمانات بتاعتي تكون نظيفة. وببدأ بقى ان انا اجهز
الكاتشب بتاعي بالشكل ده. طب ليه الكاتشب بتاعي من التجهيزات المهمة بالنسبة لي؟ هقول لكم ليه. اولا بعيدا عن ان احنا عندنا في البيت يعني بنعشق حاجة اسمها كاتشب، وولادي إن كان عليهم عايزين كل الأكل ياكلوا معاه كاتشب، فأنا عن نفسي أنا بقى كده كاستخداماتي أنا ما بستغناش عنه في تحمير الفراخ أو أي بطة، لأن أي فراخ مسلوقة أو أي حاجة أنا بسلقها مش بحمرها في زيت خالص، أنا بحمر كل حاجتي تحت الشواية في الفرن، لأن طبعا التحمير في الزيت ده مش كويس خالص. أعمل خليط كده من الكاتشب على شوية زيت ملح وفلفل، وبدهن بقى الفراخ بتاعتي المسلوقة أو أي حاجة مسلوقة وأدخلها تحت الشواية، باخد أحلى فراخ متحمرة بالشكل. كمان بستخدم صوص الكاتشب في بعض التتبيلات للفراخ، فبالنسبة لي مهم جدا من التجهيزات المهمة. وكمان هريسة الفلفل بقى كل ما بتخلص بصراحة بعمل تاني. قولولي بقى انتوا ايه الحاجات اللي بتفرق معاكم قوي في التجهيزات وبتكون مهمة جدا بالنسبة لكم. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهاردة، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.